حلقه النهارده يا ابطال اتطلبت مننا بشكل فظيع جدا الفتره اللي فاتت. يا مستر عندنا مشكله في موضوع المحادثه دي، خاصه طلاب ثالثه اعدادي، وعلى فكره الناس اللي لسه داخله برضه اولى اعدادي خايفين من موضوع المحادثه دي. فسواء سعادتك النهارده اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، النهارده هنفرم مع بعض موضوع المحادثه ده بالافكار الصعبه. على فكره مش هديك الاساسيات بس اهم حاجه تكتب معايا الافكار دي كلها، لان الحلقه دي هترجع لها كتير جدا جدا على مدار السنه. يلا بينا دلوقتي نبدا مع بعض حلقتنا النهارده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلابنا في كل مكان، طلاب المرحله الاعداديه، يا رب تكونوا بخير. اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، من اسكندريه لاسوان، وحشيني جدا جدا يا ابطال. النهارده ان شاء الله مع بعض هناخد سؤال المحادثه، سؤال على فكره اتفه سؤال في الامتحان يا شباب من وجهه نظري، بس افهم مني كويس الالغاز والاسرار بتاعت الموضوع ده. والنهارده هديك كل حاجه ما تقلقش. طلب منك حاجه واحده بس، انك تعمل لايك للحلقه دي، كومنت كويس، خدها شير عندك على الفيس او على الواتس عشان الناس كلها تستفيد واصحابك برضه يستفيدوا، لان الموضوع ده عامل مشاكل ناس كتير. فقبل ما نبدا يا ابطال يا ريت لايك كومنت كويس عشان ان شاء الله انزل لكم باذن الله حلقات ثانيه كتير الفتره اللي جايه باذن الله. يلا بينا دلوقتي مع بعض نفرم سؤال المحادثه. يلا بينا نيجي دلوقتي يا ابطال مع بعض مع موضوع المحادثه. بصوا يا شباب، في الامتحان الراجل موضوع المحادثه ده بيطلب منكم حاجتين اتنين بس. لا اما يطلب منكم ان انتوا تعملوا سؤال زي الشكل ده كده بالظبط، بص زي الشكل ده كده بالظبط، وفي الاخر في علامه استفهام. ماشي يا مستر، ما انت هتعلمني النهارده ازاي اعمل سؤال، انا الاثنين، وهديك الافكار الصعبه كمان مش الاساسيات بس. طيب اما يا ابطال الشكل الثاني في الامتحان بيكون بالشكل ده كده بالظبط. الراجل يقول لك اتفضل سعادتك اعمل لي اجابه. عرفت ازاي يا مستر؟ لان في الاخر يا ابطال عامل لي هنا فول ستوب، يعني نقطه، مش عايز هنا سؤال، ده عايز هنا يا مستر اجابه. هعلمك ازاي برضو تعمل الاجابه بالافكار الصعبه برضو بتاعت الامتحان. خد بقى حاجه من عندي زياده مهمه جدا لطلابي حبايبي في كل حته، فكره الترجمه يا شباب. فكره الترجمه دي مهمه قوي. ازاي يا مستر الترجمه مهمه؟ في يا شباب بعض المحادثات انت لو فهمت بس المعنى انت عندك الاجابه اصلا، بس انت مش فاهم المعنى. يعني في ناس كتير جدا كده على مدار الناس الحمد لله اللي كانوا معانا السنين اللي فاتت، شباب الاف الطلاب بيكونوا فاهمين المحادثه وعارفين الاساسيات، بس هو مش فاهم المعنى اللي فوق ده، هو عايز مني ايه. فانا لما بترجم له الموضوع، ايه ده يا مستر ده سهل خالص. فعشان كده فكره الترجمه يا ابطال من عندنا دي لازم تكون عارفها، لازم على الاقل تكون فاهم 70 80% من الموضوع او الكلمات اللي في المحادثه يعني. والكلمات دي على فكره هتعرفها من المنهج، يعني مش هجيب لك حاجات من بره او صعبه، تمام ما تقلقش. يبقى موضوع المحادثه يا مستر سؤال، وهتعلمني دلوقتي ازاي اعمل السؤال ده، ايوه، واجابه يا مستر، ايوه، واكون فاهم الترجمه يا مستر، مهمه جدا دي يا ابطال، هتفرق معاكم جامد جدا 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 موضوع الترجمه دي. خلاص طيب يلا بينا دلوقتي يا ابطال مع بعض نتعلم ازاي نعمل سؤال وازاي نعمل اجابه. يلا بينا نبتدي يا ابطال باول حاجه معانا النهارده، فكره تكوين السؤال. ركز بقى معايا، تكوين السؤال سهل جدا جدا يا ابطال في الامتحان. ايه ده؟ بص بقى، يعني يا مستر في الامتحان الراجل في الاخر هيحط لي علامه استفهام زي دي كده، ايوه بالظبط. بص بقى، تكوين السؤال ده شكلين اتنين. الشكل الاول ده اللي انا هشرحه حالا يا شباب، ده اللي هتشرح دلوقتي حالا، اللي هو تحت هتلاقي في الاجابه كلمه اسمها يس او نو او شور او اوف كورس مثلا. كل ده في الامتحان يا ابطال واحد، هتعمل الحاجه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. يبقى النوع الاول من الاسئله في الامتحان يا شباب بيكون الراجل تحت في الاجابه كاتب لك يس او نو او شور او اوف كورس او سيرتينلي، معناه بالتاكيد. اي كلمه بالمعنى ده في الامتحان هتعمل الحاجه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. يبقى النوع الاول من الاسئله تحت في الاجابه بلاقي يس او نو، هعمل ايه يا مستر؟ هقول لك دلوقتي. بتلاقيه بالشكل ده بالظبط في الامتحان. تلاقي مثلا الراجل كاتب لك احمد بيكلم بلال ولا حاجه، فاحمد سال سؤال، فبلال ده قال له يس شي كان مثلا يعني سويم، هي بتعرف تعوم. ايه ده يا مستر؟ ده الراجل هنا طالب مني اعمل سؤال، وتحت في الاجابه في كلمه اسمها يس اللي انا قلت لك عليها. طب لو كان كاتب لي نو او كاتب لي شور او كاتب لي اوف كورس هتعمل الحاجه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. خلاص طب ايه الحاجه يا مستر دي؟ بص بقى معايا، لو لقيت الشكل ده في الامتحان كده كاتب لي تحت يس او نو او شور اوف كورس، هتجيب 3 حاجات. اصحى بقى معايا. رقم 1 في الامتحان يا ابطال بنجيب حاجه اسمها فعل مساعد، هعلمك دلوقتي كل حاجه ما تقلقش. تاني حاجه يا شباب مع بعض بنجيب الفاعل. تالت حاجه يا ابطال في الامتحان بنجيب الفعل، وطبعا هتلاقي علامه الاستفهام في الاخر. تاني كده في الامتحان يا مستر لو الراجل كاتب لي حاجه بالشكل ده كده بالظبط، عامل لي علامه استفهام هنا وكاتب لي تحت يس او نو او شور او اوف كورس، هعمل ايه؟ هتجيب 3 حاجات. فعل مساعد رقم 1، رقم 2 فاعل، رقم 3 فعل. ايه ده يا مستر؟ يعني فعل مساعد فاعل فعل؟ يا مستر فعل مساعد وفعل وفعل، ايوه. ايه ده يا مستر؟ يعني فعل مساعد وفعل وفعل؟ ما ينفعش الخبط اجيب مثلا فاعل في الاول والفعل المساعد بعده، لا، لازم الترتيب ده يا شباب، فعل مساعد في الاول ثم فاعل ثم فعل. مستر معلش يعني هو ايه الفعل المساعد ده؟ انا مش عارف يعني فعل مساعد اصلا. هتركز بقى معايا وصلح لك. افعال المساعده يا ابطال كتير لازم نحفظها مع بعض. افعال المساعده كتير ولازم يتحفظوا.
طيب ما تكتب لنا كده يا مستر وانا حفظتهم ان شاء الله عن الاثنين. بص بقى، افعال المساعده ابطال زي مثلا فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار، او في الماضي was او were. ماشي يا مستر، ده سهلين جدا ما انا عارفهم يعني، قشطه عاش عليك. طيب او فيرب تو هاف يا شباب، have او has في الماضي had. ماشي يا مستر ما انا عارف الكلام ده، قشطه ماشي. او في افعال تانية كتير بقى، او في افعال ناقصه زي مثلا will، زي would كده يا مستر ما عارف الكلام ده، ماشي عاش عليك. او shall او should. ايه ده يا مستر ما انا عارف الكلام ده، هقول لك بقى ازاي تستخدمه طالما انت عارف. طيب shall should عندنا مستر كان، عندنا could. ايه ده هم دول افعال مساعده؟ يا شباب. طيب عندنا حاجات تانية كتير، عندنا مثلا shall should، عندنا may، عندنا might، عندنا must. كل دي افعال مساعده يا مستر. ايوه يا شباب. يبقى الافعال المساعده verb to be am is are was were. طيب have has had will would can could shall should may might must will او would، انا قلتها ولا ما قلتهاش مش عارف، فالمهم يعني معانا برضو في السجل. يبقى كل دي افعال مساعده. مستر هو انا لازم احفظهم؟ ايوه يا شباب لازم نكون حافظين الكلام ده. طيب يا مستر ماشي كده احنا عرفنا الافعال المساعده. طب اعمل ايه بقى لما انا عرفت الخطوه دي؟ بص بقى يا ابطال، نرجع بقى للسؤال بتاعنا تاني اللي هو ده. لما انا دلوقتي يا شباب الاقي تحت يس او نو في الامتحان، المستر قال لي هجيب فعل مساعد وعرفنا يعني ايه افعال مساعده. طب يا مستر ما كل دول افعال مساعده، يعني اجيب انهي واحده؟ ما هم كل دول ينفعوا افعال مساعده. بص بقى، اللي تلاقيه تحت في الاجابه طلعه فوق. تاني كده، لو لقينا اي فعل مساعد من اللي احنا كتبناهم دول دلوقتي مع بعض موجودين في الاجابه هنطلعهم فوق. هنمسك الفعل ده نطلعه فوق رقم 1، يبقى احنا كده جبنا الخطوه الاولانيه. ايه ده يا مستر ما تيجي ندور دلوقتي انا وانت، يلا بينا. بص شوف كده كاتب لي شي كان سويم، ابص كده على الافعال المساعده اللي انا لازم اكون حافظها. هل في حاجه هنا بقى موجوده هنا يا مستر؟ ده انا لمحت كلمه كان اهي وكان اهي، خلاص يبقى كان ده هو الفعل المساعد اللي لازم يطلع فوق رقم 1. يعني لازم اكتب هنا يا شباب، لازم اكتب هنا رقم 1 كان. يبقى احنا جبنا الخطوه الاولى اللي هي الفعل المساعد. يعني عرفت ازاي بجيب الفعل المساعد؟ ايوه يا مستر عادي، بحفظ الحاجات دي وبص تحت لو لقيت حاجه من دول موجود بطلعه فوق بس، خلاص كده احنا خلصنا الفعل المساعد. هديك امثله ثانيه دلوقتي، مش هسيبك، هديك امثله ثانيه كتير دلوقتي بس افهم معايا الخطوه دي. طيب كده احنا جبنا الخطوه الاولانيه، قشطه. الخطوه الثانيه يا ابطال في الامتحان بنجيب الفاعل. ايه ده يا مستر ايه الفاعل ده؟ الفاعل يا ابطال لا اما اسم حد، اكتب بقى معايا، لا اما اسم حد اسم شخص، لا اما ممكن على فكره يكون ضمير. ضمير يعني زي شي هي، زي هي هو، ات، زي مثلا they هم، وي نحن، اي انا، يو انت. كل الضمائر دي يا شباب في الامتحان ينفع فاعل عادي. يبقى الفاعل ده ممكن يكون اسم حد محمد، او ممكن يكون ضمير شي هي، ده الفاعل. على فكره يا شباب ممكن حاجات تانية، ممكن يكون اسم دوله. ايه ده يا مستر يعني ممكن الفاعل يكون اسم دوله؟ ايوه، يعني لو كاتب لي تحت مثلا ايجيبت، هل ايجيبت مصر فاعل؟ يا شباب. ونفهم مع بعض بقى، ونفهم مع بعض عيب طلاب ثالثه اعدادي بالله عليكم ركزوا معايا. اسماء الدول تنفع فاعل يا شباب، بالله عليك تكتب حاجه زي كده. الاسماء المعنويه برضو زي مثلا الحب، بيس، السلام، لاف، الحب، اي حاجه يا شباب، education التعليم، كل ده ابطال في الامتحان اسماء معنويه برضو فاعل، ينفع فاعل عادي. الحاجات دي عاليه قوي على فكره بس تكتبها، اسمع مني اشتري مني يعني، عشان المناهج الجديده والحوارات اللي هم بيعملوها كتير دي، فاشتري مني. ماشي يا مستر ماشي هشتري منك حاضر. يبقى دلوقتي بالنسبه للفاعل ممكن يكون اسم حد او ضمير او اسم دوله او اسم معنوي، قشطه تمام. نبص تحت بقى يا ابطال مع بعض، هل الفاعل اللي موجود معايا تحت ده اسم شخص؟ هل في تحت ساره؟ في محمد؟ مفيش الكلام ده. طب يا شباب مفيش. طيب في ضمير هو هي؟ ايوه مستر ملاحظ ان شي اهي، خلاص اطلع شي فوق على طول رقم 2، اكتب هنا شي. شكرا، اجيب لك القلم الثاني بقى بتاعنا شي. شكرا يا مستر. كده احنا جبنا الخطوه الثانيه يا شباب، يبقى احنا جبنا الخطوه الاولى ثم الخطوه الثانيه، قشطه. بعد كده الخطوه الثالثه دي ممكن تلاقيها ممكن لا، فكره الفعل. لا الفعل يا مستر اللي هو يلعب يعني وينام والكلام ده، دي الافعال العاديه معروفه يعني. لو لقينا فعل بنطلعه فوق خلاص شكرا. هل في فعل ابطال فوق دلوقتي معايا في الجمله دي؟ ايوه يا مستر سويم اهي، خلاص اكتب هنا سويم. كده جبنا الخطوه الثالثه. كان شي سويم، هل ممكن او هل هي بتعرف تعوم؟ ايوه يس شي كان سويم، بتعرف تعوم. ونلاحظ حاجه يا ابطال على فكره ان كلمه كان دي او اي فعل مساعد معناه في اول الجمله هل، معناه كده يعني كان هنا معناه هل، عشان تحت اقول يس او نو. يعني لو قلت لك كان يو سويم، هل بتعرف تعوم؟ هتقول لي ايوه او لا، صح. في اي فعل من دول يا شباب زي ما قلت لكم
اي فعل من ده، اي فعل من ده في اول الجمله معناه هل، اي واحد فيهم. يعني هاز دي في الاول معناه هل، ود دي في الاول معناه هل، ويل في الاول معناه هل. اي فعل من ده في اول الجمله معناه هل، عشان تحت اكتب يس او نو. تمام كده؟ تمام يا مستر. ايه ده يا مستر؟ ده انا ملاحظ الموضوع اهبل جدا. يعني عرفنا ازاي بنجيب لي الفعل المساعد والفاعل والفعل؟ ايه الهبل ده؟ ما تدينا مثال يا مستر كده. انا هديك مثال على فكره وانت اللي تحله تحت في اول تعليق. اشوف سعادتك حليته صح ولا لا. والكلام ده الاولى اعدادي يا شباب، لان ثانيه اعدادي وثالثه اكيد عارفين الكلام ده، بس احنا يعني الحلقه دي للناس كلها. تمام. اما انت كطالب ثالثه اعدادي اتقل معايا، انت ليلتك بيضاء. استنى، في حاجات كتير هديلك دلوقتي. طيب ناخد مثال يا شباب مع بعض. طيب لو دخلنا الامتحان الراجل كتب لي حاجه زي كده بالظبط، طلاب اولى اعدادي بقى يحلوا مع السؤال ده. دخلنا الامتحان لقينا الراجل كاتب لي مثلا شور علي will visit أليكس. أيوة، علي هيزور اسكندرية. مستر خلي بالك من حاجة، هنا فعلا استفهام وفي تحت يس أو نو. إيه ده؟ فين يس أو نو؟ ما هي شور دي يا شباب بتساوي يس أو نو، يعني هي بتساوي يس عادي، يعني هي بالظبط كأني كتبت هنا بالظبط يس. هي إيه ده يا مستر؟ يعني أنا هنا هجيب فعل مساعد فاعل ولازم يا مستر امشي بالترتيب. ما ينفعش مثلا فعل مساعد فعل فاعل، ما ينفعش. برافو عليك، صح. فعل مساعد فاعل فعل مساعد فاعل قشطه. تمام. الفعل المساعد يا مستر الصراحه قالهم لهم، اي فعل مساعد من دول موجود تحت هطلعه فوق رقم 1. هل في فعل مساعد من دول يا شباب موجود تحت؟ دور كده. مستر في ويل اهي، ويل اهي، قشطه. يبقى دلوقتي يا مستر لازم اكتب هنا ويل. شكرا. بعد كده بجيب ايه؟ فعل مساعد فاعل. الفاعل يا مستر، الفاعل ده ممكن يكون اسم حد او ضمير او اسم دولة. طيب هل هنا في ضمير؟ لا. هل في دولة؟ لا. في اسم حد؟ مستر علي اهو في الاول، قشطه. يبقى علي ده الفاعل بتاع الجملة يا ابطال، يبقى اول علي. بعد كده بجيب الفعل اللي معايا فيزيت. مستر معلش، هو انا ينفع اكتفي بالموضوع ده؟ بص بقى، فكرة الترجمة اللي انا قلت لك عليها في اول حلقة، هل ينفع اقول ويل علي فيزيت؟ ما هو هنا معناه هل علي هيزور؟ طب هو هيزور ايه؟ اكيد اسكندريه يعني. فالترجمه عشان تكمل لازم اكتب في الاخر اليكس. عرفت فكره الترجمه هتفيدك ازاي؟ عشان المعنى ويل علي فيزيت اليكس، هل علي سيزور اسكندريه؟ ايوه، علي هيزور اسكندريه. شفت انت الدنيا ماشيه مع بعض ازاي؟ صح. اما انت لو ما كتبتش اسكندريه يبقى ويل علي فيزيت، هل علي هيزور؟ ايوه، علي هيزور اسكندريه. مش حاسسها المعنى مش ماشي قوي يعني. فالترجمه مهمه ابطال. فاحنا نعمل سؤال عادي ونكمل لحد الاخر. خلاص تمام. ده بالنسبه ازاي نعمل سؤال في تحت يس او نو. هل بس كده يا ابطال؟ لا. طلاب ثالثه اعدادي الكلام ده لا يكفي. اولى اعدادي ممكن يكفي الصراحه، بس هديك دلوقتي زياده. اولى اعدادي وثانيه اعدادي يكتبوها معايا. خلاص طيب، هديك اخر حاجه في الشكل ده وبعدين هخش معاك في الافكار بقى. طيب بص بقى معايا، نفترض يا ابطال مع بعض دخلنا الامتحان مع بعض كده، الراجل كتب لنا هنا سؤال كده، قال لك احمد بيكلم علي مثلا ويقول لك اتفضل اعمل سؤال، وتحت الصراحه كاتب لي مثلا اوف كورس. المره دي بقى نغير يا مستر. ماشي اوف كورس. ساره بليز. انا مش عارف انا بضيقها على نفسي كده ليه يا شباب، مش عارف الصراحه. يعني احنا ربنا موسعها علينا، انا اللي بضيق، فاهم؟ طيب علي او اوف كورس ساره بليز تنس. يلا اتفضل كده اعمل سؤال بقى. انت شاطر، عرفت ازاي بتعمل سؤال. في سؤال هنا اهو وتحت كاتب لي يس او نو. ده فين ده؟ ما هو اوف كورس هي يس، هي شور. يا مستر هعمل يعني اجيب فعل مساعد فاعل برافو عليك، صح. اتفضل يلا. بس انا يا مستر هنا الصراحه ملاحظ حاجه غريبه الصراحه، مفيش اي فعل مساعد من دول تحت. بص كده دور، مش هتلاقي. ايه ده ازاي؟ طب اعمل ايه دلوقتي في الحاله دي بقى؟ في الامتحان يا ابطال الموضوع اتفه مما تتخيل. بعمل ايه في الحاله دي يا ابطال؟ بنتجه مع بعض لثلاث افعال مساعده لازم تحفظوهم كويس جدا. اول حاجه فعل اسمه do، تاني حاجه فعل اسمه does، تالت حاجه did. تاني يا ابطال، do does did، do او does او did، do او does او did. بجيبهم لما ابص تحت في الاجابه، مش بلاقي بقى will او would او كان او would والكلام مش موجودين. ففي الحاله دي بنتجه للثلاثه دول. طب مستر اخد اي واحده كده بالبركه، اي فعل مساعد فيهم؟ لا، بمنتهى البساطه. لو لقيت الفعل اللي تحت اخره اس يبقى انت تجري على does على طول. لقيت الفعل اللي تحت ماضي فانت هتجيب لي did. لقيت الفعل اللي تحت لا اخره اس ولا ماضي فانت هتجيب لي في الحاله دي do. اقول تاني، بجيب do ولا does ولا did؟ اختار انهي واحده يا مستر؟ does لو لقيت الفعل اللي تحت فيه اس، did لو لقيت الفعل ماضي، do لا ماضي ولا فيه اس. نبص مع بعض. هل هنا يا ابطال بقى
الفعل اللي معانا، بص بقى الفعل اللي هو بليس يا مستر، يعني الفعل، هل الفعل ده ماضي؟ لا. هل في اس؟ ايوه يا مستر. يبقى انا دلوقتي يا شباب هجيب ايه؟ دو ولا داز ولا ديد؟ مستر داز. برافو عليك. كده انا جبت الفعل المساعد. شكرا. بعد كده الفاعل اسم حد او ضمير. بقول لك يا مستر مسار اهي منوره اهي قشطه. بعد كده ابطال تركيه مهمه. اي فعل من ده يا شباب، اي فعل من ده يا شباب، اي فعل يا ابطال سواء دو او داز او ديد، لازم اجيب الفعل بعده انفينيتيف، يعني الفعل في المصدر، يعني اشيل الاس، اشيل اي ان جي، اي حاجه في الفعل لازم اشيلها، لازم. يعني اجيب الفعل ساده ما فيهوش اي حاجه. وعلى فكره مش دول بس، ودول برضه اخر سطرين اتنين دول افعال الناقصه كلها، will would shall should can could may might must، اي حاجه من دول اجيب الفعل في المصدر. يعني هنا ابطال ما ينفعش اقول does ساره plays الهبل ده، does ساره play من غير الاس، play. اكمل المعنى يا مستر، يبقى تنس. شكرا. كده ركبنا السؤال 100% صح. does ساره play تنس. يبقى احنا جبنا does ليه؟ لان تحت ما فيش فعل مساعد. طب اشمعنى does؟ يعني عشان في اس. حلو قوي. طب احنا جبنا play في المصدر ليه؟ لان does او do او did او اي فعل ناقص من الحاجات اللي مستر قال لي عليهم دول لازم اشيل الاضافات دي، لازم اشيل الاضافات. قشطه ابطال، قشطه ابطال. ده الحاجات الاساسيه اللي انت عارفها. تعالى معايا خد الافكار كطالب ثالثه اعدادي، اصحى بالله عليك خد الفكره اللي جايه دي عشان مهمه قوي. يلا ابطال نركز مع بعض في الافكار بقى بتاعت الموضوع ده، ثم نخش بعد كده على حاجات ثانيه. الحلقه ممكن تكون طويله قشطه ولا اي حاجه، بس افتكر هتكون معاك دايما الحلقه دي قشطه يا مستر. طيب بص بقى سعادتك الفكره الاولى في الموضوع يس ونو ده. في الامتحان يا ابطال بتخش وتلاقي الراجل كتب لكم سؤال زي ده كده، يقول لك اتفضل يا نجم، مش انت بتعرف تعمل سؤال؟ بعرف يا مستر اعمل سؤال. ركب بقى السؤال ده. دخلنا الامتحان الراجل كتب لي نو، مثلا احمد played tennis. اتفضل سعادتك حل السؤال ده. مستر بقول لك ايه بقى، هو هنا الراجل كاتب لي يس او نو، طبعا في علامه استفهام وتحت كاتب لي نو، يعني هجيب فعل مساعد فعل قشطه. مستر مفيش فعل تحت مساعد معايا ام اس ار والكلام ده، انت كاتب لي هنا بلايد، وعلى فكره دي ماضي يا شباب، بلايد في الماضي. ايه ده يعني اجيب دو ولا داز ولا ديد الصراحه، خلاص يبقى ديد. بعد كده يا مستر بجيب الفاعل اللي انت قلت لي فعل مساعد فاعل، الفاعل اسم حد او ضمير او اسم دوله، تمام قشطه يا مستر، يبقى احمد. شغال ماشي. ومستر على فكره هجيب بلاي في المصدر، عاش عليك انت جامد، بلاي صح. مستر هكمل اخر الجمله اكتب تنس، هكتب تنس. انت كده وقعت بقى في الحته اللي انا بقول لك عليها، ما ينفعش تكتب تنس في الاخر كده. مستر ازاي؟ ما انا هكمل لحد اخر الجمله. لا انت كده حافظ بقى مش فاهم. ونرجع تاني الفكره دي الترجمه، لان الفكره دي مبنيه برضو على الترجمه، انا قلت لك عليها سر من اسرار المحادثه. ينفع اقول يا شباب، ينفع اقول هل، لان اتفقنا اي فعل مساعد معناها هل احمد لعب تنس؟ هيقول لي لا احمد لعب تنس. ايه ده؟ ازاي الهبل ده؟ يعني الكلام ده هل احمد لعب تنس؟ لا. هيرد عليه يقول له لا احمد لعب تنس. ايه ده؟ لازم يا ابطال هنا نغير حاجه في المعنى. يعني مثلا اقول هل احمد لعب كوره؟ صح تمام. هقول لا احمد لعب تنس. فهمت المعنى ده؟ تمام يا مستر صح كلامك صح. يبقى هنا وانا بكتب يا شباب مش هجيب فعل مساعد فعل واكمل لحد اخر الجمله، لا مش كده، نركز في المعنى. قشطه يا مستر، دي حاجه مهمه برضو، في ناس كتير يعني شطار على فكره بيغلطوا فيها. مستر بقى مركز مع كل الاجيال يا شباب، الناس اللي معانا السنه اللي فاتت واللي قبلها عرفنا الحاجات دي، شفنا الحاجات دي كتير يعني. فهنا لازم اغير المعنى. ديد احمد بلاي فوتبول؟ هل احمد لعب كوره؟ لا احمد لعب تنس. قشطه، يبقى المعنى كده صح. دي حاجه مهمه يا مستر، مهمه طبعا عشان المعنى. تمام حلو قوي يا مستر كده. طيب في يا شباب برضو حاجه كمان معايا في الموضوع ده، وهاخد راحتي على فكره يا شباب في الشرح، يعني انا دلوقتي مش مع حد غريب الصراحه، انا هاخد راحتي في الشرح عشان الحاجات دي كلها لازم تكتبها. طيب بص بقى معايا في الفكره اللي بعد كده، فكره يا ابطال الضمائر. يا مستر الضمائر دي برضو، بص يا شباب في الامتحان ساعات الراجل يديكم مثلا سؤال زي ده، يقول لك مثلا ايه ده رقم واحد، مثلا يقول لك هنا حاجه، يقول لك مثلا شور، يكتب لك I love playing تنس مثلا. طيب مستر الموضوع سهل على فكره، تحت كاتب لي يس او نو، خلاص هجيب فعل مساعد فعل خلاص بقى مستر بقى ما تشتغلناش بقى. تحت يا مستر ما فيش فعل مساعد، والفعل اللي معايا تحت لا اخره اس ولا ماضي، ما انا هجيب دو، ما خلاص بقى تمام ماشي عاش عليك. بعد كده بجيب الفعل يا مستر اسم حد ضمير اسم دوله. طب هنا كاتب لي اي، هطلع اي هنا، لا ارجع تاني بقى لان انا ما ينفعش اقول هل انا بحب لعب التنس، تحت هقول ايوه انا بحب لعب التنس. ده
هنغير الضمائر مع بعض. قصدك يا مستر يعني هكتب هل انت بتحب لعب التنس، فتحت هيقول لي ايوه انا بحب لعب التنس؟ صح، انا ده اللي قصدي عليه يعني. هغير الضمير يعني يا شباب، مهم جدا فكره تغيير الضمائر دي. طب هنا يا مستر ايه اللي يناسب يعني الموضوع؟ يو. الضمير اي ابطال بيتحول الى يو، وده يا ابطال على فكره في حته حفظ في الموضوع ده، بس انا من وجهه نظري الترجمه احسن من اللي انا احفظك. هقول لك مثلا بص الضمير وي ده والضمير اي ده بيطلع يو دايما، على فكره مش دايما. وي دي مش دايما بتطلع يو، مش دايما. ساعات كتير وي تحت بتكون في الاجابه، وبتكتب برضو في السؤال وي عادي. 70% الضمير وي، والضمير اي كده كده اي ده بنسبه كبيره جدا شبه هيطلع يو. تمام ماشي مفيش مشكله. وي مش على طول. طيب في حاجات كتير بقى، في حاجات بتحفظها يعني مثلا زي يا شباب مثلا ماي واور، دي لازم تطلع فوق يور. خلاص. عندنا ابطال برضو حاجه اسمها اي بوز، لو لقيناها تحت في الاجابه بطلعها في السؤال وهير يو. في حاجات كده بتتحفظ. طيب في حاجات تانية برضو شباب، يعني ممكن مثلا حاجه زي، طيب عندنا برضو ابطال حاجه زي مثلا اي ام، بتطلع في السؤال ار يو. يعني مثلا اقول لك ار يو هابي، هتقول لي يس اي ام هابي، مش ار يو برضه. فدي تركيبات يا شباب بتتحفظ، يعني هي بتتحفظ كده، لما بلاقيها تحت بطلعها فوق، بس برضه الترجمه هي هتفرق معاك. انت اصلا تحس ان ده كده غلط، اللي هو انا ازاي الراجل تحت يقول لي اي لاف انا بحب، فانا لما اجي اساله هقول له هل انا، لا هل انت بقى مش انا. فبرضه بتفرق يا شباب برضه فكره الضمير، خلي بالك منها بالله عليك برضه وانت بتحل. نيجي بقى دلوقتي ابطال مع بعض مع النوع الثاني من الاسئله في الامتحان. مش هتلاقي اسمه تحت. ايه ده يا مستر سؤال برضه؟ بس مش هتلاقي اسمه تحت. بتخش الامتحان بالشكل ده كده، الراجل بيقول لك احمد بيكلم اي حد، فاحمد ده سأل سؤال، الواد اللي تحت قال له ايه بقى؟ قال له مثلا اي، قال له مثلا اي بلايد، انا لعبت فوتبول، لعبت كوره with my brother، لعبت كوره مع اخويا. طيب انا ملاحظ يا مستر هنا الراجل عايز سؤال، ماشي قشطه، بس تحت يا مستر مفيش اسمه نو. يا نهار ابيض هنعمل ايه دلوقتي؟ ده الموضوع سهل جدا جدا يا ابطال. بص بقى، هو انت كده كده هتعمل سؤال عادي، يعني انت كده كده هتجيب فعل مساعد، هتجيب فعل مساعد عادي. بعد كده هتجيب فاعل يا مستر اللي هو اسم حد او ضمير يعني تمام. بعد كده هتجيب الفعل برضو عادي مفيش اي مشكله. طب ايه الفرق يعني؟ الفرق الوحيد يا ابطال ان انا هضيف في الاول حاجه اسمها اداه استفهام في الاول بس. ايه ده زي التاني بالظبط، بس الفرق الوحيد اللي هو اداه الاستفهام دي بس. طب اصلا يا مستر ايه اداه الاستفهام اصلا؟ يعني ايه اداه الاستفهام دي؟ سهله جدا جدا يا شباب. عندنا ادوات الاستفهام كتير عايزين نحفظهم مع بعض. انا عندي مثلا اشهر واحده فيهم اللي هي وير، بتسال عن المكان يا شباب، معناها اين، تكتب عندك بتسال عن المكان. طيب عندي برضو يا ابطال حاجه اسمها وين، اللي هي معناها متى، ودي بتسال عن الزمان. عندي ابطال برضو حاجه ممكن بتساوي وين في بعض الاحيان، كلمه اسمها وات تايم، معناها ما الوقت، بس مش بسأل على الايام، يعني بسأل على الوقت بس عموما، بس الاثنين ينفعوا عادي لو بسأل على ساعه ولا حاجه. عندي ابطال حاجه اسمها هو، معناها من، ودي بتسأل عن الاشخاص. عندي شباب حاجه اسمها وات، معناها ما او ماذا، ودي بتسأل عن الاشياء. عندي كتير بقى، عندي مثلا حاجه اسمها هاو، معناها كيف، ودي بتسأل عن الوسيله. عندي ابطال حاجات كتير للامانه، يعني مثلا عندي حاجه اسمها هاو ميني، كم عدد، بس حاجه تكون معدوده مش حاجه غير معدوده. عندي حاجه اسمها هاو ماتش، كم الكميه، او ممكن برضو كم، او كم السعر تمشي برضو. طيب عندي ابطال حاجات كتير بقى، عندي ممكن مثلا هاو لونج، كم طول المده مثلا. ففي ادوات استفهام كتير نحفظهم يا ابطال. خلاص. وعندي برضو هنا فوق ممكن اكتب لك which، معناها اي حاجه اسمها which، معناها اي. طيب يبقى دي كلها ادوات استفهام، وفي ادوات استفهام كتير جدا جدا شويه، في ادوات استفهام كتير جدا جدا. خلاص يعني بس بديك مثال عنهم. ادوات الاستفهام دي سعادتك هتجيبها في الاول، ثم فعل مساعد، ثم فعل، ثم فعل. الكلام ده امتى؟ لو لقيت الشكل ده في الامتحان سؤال بس تحت مفيش يس او نو، هتعمل ايه؟ هجيب يا مستر اداه الاستفهام الاول، فعل مساعد، فعل. طب يا مستر بقى بجيب ادوات الاستفهام، انا ملاحظ هم كتار جدا، يعني بجيب اي واحده؟ لا يا شباب بقى بالمعنى بقى. شوف تحت بقى، انت بتسال عن مكان هتستخدم وير، بتسال عن وقت ممكن وين او وات تايم، بتسال عن شخص يبقى هو، بتسال عن شيء معين يبقى وات، بتسال عن وسيله يبقى هاو، وهكذا. بشوف ادوات الاستفهام المناسبه اللي معايا او اداه الاستفهام المناسبه معايا. طيب نقرا بقى السؤال بتاعنا ده. لما قال لك I played football with my brother، انا لعبت كوره مع اخويا،
فهنا بسأل عن مين يا شباب؟ بسأل عن مكان؟ لا. وقت؟ لا. شخص؟ يا مستر لأن أنا بقول هنا أخويا أهو، لعبت مع أخويا. فهنا في الامتحان بجيب حاجة اسمها هو في الأول. بعد كده بتجيب فعل مساعد اللي هو يعني يا مستر يعني ويل او ود والكلام ده. لو مش موجود بجيب دو او داز او ديد عادي. ولا ملاحظ يا مستر اصلا ان كلمه بلايد في الماضي فهجيب ديد. يا سلام. بعد كده بجيب الفاعل اللي هو ممكن يكون ضمير او اسم حد. تمام قشطه. ما عندي اهو خلاص، بس هطلعه يو يا مستر بقى عشان تغيير المعنى او الضمير يعني. بعد كده مستر هجيب الفعل اللي معايا في المصدر، وبعدين هكتب كلمه فوتبول عشان المعنى بتاعي، واكتب هنا شبه حاجه اسمها with عشان تدي المعنى. هقول who did you play football with، يعني انت لعبت كوره مع مين، فانا كتبتها هنا عشان تدي المعنى مع مين دي. فكتبت تحت I played football with my brother، لعبت كوره مع اخوي. يبقى احنا بنجيب اداه الاستفهام على حسب الجمله اللي مكتوبه تحت. طيب لو كان وقت بجيب كذا، لو كان مكان بجيب where وحاجه زي كده. تمام. في بس يا شباب ملحوظه كده مهمه جدا جدا في كلمه which مثلا وكلمه how many لازم نقولها مع بعض. كلمة which يا شباب في الامتحان لازم بجيب بعدها اسم اللي أنا بسأل عليه. لازم يعني مثلا ما ينفعش أشوف أكتب which، ركز بقى معايا، ما ينفعش أكتب which وأجيب بعدها فعل مساعد على طول. لا ما ينفعش، لازم أجيب الأول الاسم اللي أنا بسأل عنه. يعني مثلا يا شباب بقول which city، أي مدينة، وبعدين أجيب فعل مساعد عادي وفاعل عادي ثم الفعل عادي. ما ينفعش أكتب which وأجيب فعل مساعد، لا، بجيب الحاجة اللي أنا بسأل عليها بعد which. خلي بالك من الحتة دي. يعني أقول مثلا which city did you visit last summer مثلا، يعني أي مدينة أنت زرتها. ما ينفعش أقول which did، لا، أجيب الحاجة اللي أنا بسأل عليها. زي بالظبط شوف كلمة how many برضه بجيب بعدها اسم جمع اللي أنا بسأل عنه. أقول مثلا how many people، كم عدد الناس، وبعدين أكمل السؤال بتاعي. يبقى أنا كلمة how many وكلمة which بجيب بعدهم اسم قبل الفعل المساعد، قبل الفعل المساعد. حلو قوي. برضه في ملحوظه مهمه دي بقى من افكار مستر محمود، مهمه جدا جدا يا شباب، لان احنا بنأسس ناس دلوقتي بقى، معنا ناس دلوقتي في ثالثه اعدادي، في ثانيه اعدادي، في اولى اعدادي. بص بقى، عندي يا شباب الاداه الاستفهام اللي هي هو، اللي هي معناها من. لو انا يا شباب بسأل عن الفاعل اللي هو عمل الشيء ده، مش لازم اجيب فعل مساعد. يعني انا بجيب اداه الاستفهام بجيب هو دي وما بجيبش فعل مساعد اصلا. ده ازاي يعني؟ يعني في الامتحان لو دخلت لقيت الراجل كاتب لي حاجه زي دي كده وقال لي تحت my mother، أمي يعني makes our lunch، والدتي هي اللي بتعمل الغدا بتاعنا. وهنا الراجل في الامتحان سأل سؤال، خلي بالك يا مستر ده هنا عايز يعرف مين اللي بيعمل الغدا، صح؟ يعني هنا بيسأل عن مين يا شباب؟ مستر بيسأل عن الفاعل اللي بيعمل الشيء ده، بيسأل عن الفاعل. بص بقى، طالما بسأل عن الفاعل ممكن أكتب هو واجيب الفعل على طول. يعني ممكن اقول هو ميكس. ايه ده؟ فين الفعل المساعد؟ مش هجيب فعل مساعد عادي. ليه؟ لان انا بسأل عن الفاعل يا مستر. يعني هقول هو ميكس، مش هو داز. لا مش هتقولش كده. ليه يا مستر؟ بسأل عن الفاعل يا ابني. ممكن عادي خالص ما اجيبش الفعل المساعد. ده الكلام ده امتى؟ مع هو بس، ما قلتش مع ادوات الاستفهام كلها ابطال، قلنا مع هو بس. يبقى الحته دي مهمه هتفرق معاك برضه. هو ممكن لو انا بسأل عن الفاعل اكتب هو واجيب الفعل على طول زي ما هو مكتوب تحت. يعني مثلا يا شباب هنا ميكس زي ما هي كده اطلعها فوق، ما اقولش مثلا هو ميك، لا زي ما هي هو ميكس، هو ميكس على طول. فين الفعل المساعد؟ مفيش فعل مساعد لان انا بسأل عن الفاعل. يجوز ليه ان انا ما اجيبش الفعل المساعد. حته كده اكتبها عندك مهمه جدا. دي ابطال بالنسبه لي ازاي اركب سؤال يا مستر تحت مفيش يسالوني. بجيب اداه استفهام وعرفنا يعني ايه اداه الاستفهام اللي معانا وحاجات زي كده مهمه جدا جدا. طيب والمعنى مهم جدا برضو ابطال. طيب عندي برضو شباب في حاجه كده نسيت اقولها لكم في الموضوع ده، ان انا برضو عندي اداه استفهام كمان نسيت اكتبها اللي هي واي، اللي هي معناها لماذا. في حاجه كده عايز اسهلها عليكم يا شباب في الامتحان يا ابطال. دايما لو لقينا كلمه اسمها بيكوز تحت في الاجابه دايما هتجيب لي اداه الاستفهام واي على طول، او كلمه اسمها تو في اول الاجابه. مش لازم يعني اول الاجابه اللي هي معناها لكي. لو لقينا دي يا شباب بيكوز اللي معناها لان، او تو اللي معناها لكي، اجري هات واي على طول من غير ما تفكر. زي مثلا كلمه هاو لو لقينا تحت كلمه اسمها باي معناها بواسطه، انجز هات لي هاو على طول، لان كلمه باي لازم على طول بتسال بهاو على طول كده. لو لقينا يا شباب كلمه اسمها وذ اللي هي معناها مع، بتجيب على طول انت هو كأداة استفهام. زي مثلا هنا احنا هنا لقينا وذ اهي تحت،
شوف المستر جاب لك ايه، كتب لك هو على طول من غير تفكير كده على طول. دي حاجات مفاتيح كده هتساعدك وانت بتحل، قصدي يعني زي ابطال كده. لو لقينا مكان، طب ما المكان ده مستر هجيب وير، نفس الحوار بقى. لو لقيت بيكوز هات لي واي، لو لقيت تو هات لي واي برضه، خلاص. لو لقيت ويز هات لي هو، وهكذا. دي برضه حاجات ممكن تفيدك شويه. كلمه هاو لونج برضه، لو لقيت كلمه اسمها سينس تحت او فور، دي برضه بنسبه كبيره هتجيب لي هاو لونج بمعنى كام طول المده. طيب دي برضه شوف حاجات هتساعدكم كتير في الموضوع ده يا ابطال. بالنسبه للموضوع ازاي اركب سؤال، على فكره اعتقد سهل وخدنا فيه وقت كبير جدا جدا الامانه، عشان انا مش حابب ان انا اخبي عنك حاجه، لازم اديك كل حاجه. طيب نيجي دلوقتي يا ابطال مع بعض بقى مع موضوع الاجابات، واديك الافكار برضو بتاعت الاجابات. بصوا يا شباب، برضو قبل ما نشرح موضوع الاجابات دي، احنا الحمد لله في شهر 7 عملنا كورس كده بالنسبه للناس اللي هم كانوا معانا في شهر 7، كورس صيفي جامد جدا جدا يا شباب. 6 حصص تقال جدا جدا، في حصه برضو مهمه جدا في المحادثه. في اخر الحصه دي حلينا محادثات ثالثه اعدادي مهمه جدا جدا يا شباب. بعد كده خدنا الحصه اللي بعدها قطعه فهم، ثم املاء فراغات، ثم باراجراف، ثم قواعد. يعني اسسنا الناس كويس جدا جدا في الكورس ده. بقول الكلام ده عشان انت لو سعادتك ما خدتش معانا الكورس ده، دلوقتي في شهر 8 عملنا تخفيض يا شباب على الكورس ده. 6 حصص، والحصه السابعه على فكره فيها امتحان، واللي هيحل الامتحان ده بياخد شهاده تقدير محترمه جدا جدا جدا. الكورس ده يا ابطال مدار شهر 8 كله هيكون ب 100 جنيه بس، بالمذكره، لان طلابنا الحمد لله بيحبونا واحنا بنحب طلابنا واولياء الامور كمان الحمد لله. عشان كده تقديرا للموضوع ده 6 حصص وحصه 7 كمان ومذكره مجانا، كل ده مدار شهر 8 ب 100 جنيه بس. هتكلم رقم الواتس دلوقتي، قول له انا عايز العرض بتاع شهر 8 بتاع الكورس ده، هيعرفك كل التفاصيل وازاي تاخد الحصص والمذكره وكل حاجه. وزي ما قلت لك 100 جنيه في 6 حصص والسبعه كمان امتحان، فاعتقد الموضوع بالنسبه لك يعني قشطه قوي يعني خلاص. وعلى فكره ده ارخص بكتير من لما كان قبل كده، خلاص يا ابطال. فالعرض ده اعتقد ما يتفوتش يعني، تاسيس قوي جدا 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 لاي طالب في اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي. افكار رايقه قوي 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 يا شباب كمان، خلاص. فاتكلم رقم الواتس هقول لك كل حاجه بالنسبه للتفاصيل دي. طيب نيجي دلوقتي مع بعض على موضوع الاجابه، هركز بقى معاك. بالنسبه لابطال موضوع الاجابات، عندي اول حاجه كده نبتدي بيها موضوع التحيه. يا مستر التحيه دي كتير جدا منتشره كتير جدا في ثالثه اعدادي وفي ثانيه واولى اعدادي. يا مستر التحيه دي تخش الامتحان تلاقي الراجل كاتب لك هنا جود مورنينج، صباح الخير، او كاتب لك هاي، او كاتب لك اي حاجه تحت. خلي بالك انت مطلوب منك مش هتعمل سؤال ولا حاجه، فانت عايز هنا اجابه. الراجل منك عايز منك تعمل له هنا اجابه. طب بذمتك يعني واحد يا مستر بيحييني بيقول له جود مورنينج، بيقول له هاي، بيقول له اي حاجه بالمعنى ده، طب هعمل ايه؟ رد التحيه بتحيه، رد التحيه بتحيه. كاتب لي هنا جود مورنينج، قشطه يا مستر، تحت هكتب له جود مورنينج، شكرا. طب لو كاتب لي فوق هاي، انزل تحت اقول له هاي عادي، المشكله دي بتيجي في الامتحان. يس بتيجي كتير جدا في ثالثه اعدادي محافظات كمان عادي. فالتحيه رقم 1 يا شباب في الاجابه، تحيه اردها بتحيه رقم 1. طيب رقم 2 يا ابطال فكره الاحوال. ايه يا مستر الاحوال دي؟ لما حد بيسال عن صحتك، اخبارك، يقول لك في الامتحان هاو ار يو، عامل ايه يعني؟ مستر ما منتشره ما عارفينها دي يعني. هقول له تحت اي ام فاين ثانك يو، عارفينها كتير، عارفينها يعني من زمان قوي. ماشي قشطه يا عم، مش مشكله. يبقى كاتب لي في الامتحان how are you، هقول له I am fine، I am well، I am good، صح. على فكرة I am good صح و I am well صح. بالنسبة للأحوال ينفع أقول I am well عادي، فممكن أقول I am well، I am good، I'm fine، كل ده صح. يبقى الأحوال يا شباب بتيجي في الامتحان، يس بتيجي كتير يا شباب في الامتحان. طيب إيه تاني؟ عندي مثلا يا أبطال حاجة زي الأخبار السعيدة. عندي حاجة زي الأخبار السعيدة، يقول لي في الامتحان مثلا أي حد صاحبك يقول لك إيه؟ ولا I have passed my exam، نجحت في الامتحان. يلا ايه ده يا مستر؟ هقول له ايه ده؟ ماشي يا عم، هقول له الف مبروك، هقول له مثلا congratulations، ماشي قشطه. هقول له مثلا حاجه سهله يا مستر، هقول له well done، شكرا، well done، هي دي عامله كده ليه؟ هقول له well done، ماشي يا مستر عادي. هقول له مثلا يا شباب I am happy for you، صح تمشي، I am happy for you، فرحان لك يا سيدي، ماشي صح عادي. مستر انا ملاحظ ان انت بتقول حاجات وكلهم يعني كلهم يمشوا. ايوه يا شباب، ما دي الفكره، في اجابات كتير تمشي عشان المستر ترجم. كاتب لي فوق نجحت في الامتحان، هقول له تحت مبروك، هقول له تحت مبروك، فرحان لك، اي حاجه بالمعنى ده، كل ده صح، شغل دماغك. طيب افرض يا مستر كانت الاخبار دي ما يعلم بها الا ربنا، اخبار سيئه، الاخبار السيئه في الامتحان. واحد يقول لك مثلا ايه الواد ده؟ يقول لك مثلا في الامتحان I have lost my bag، أنا فقدت الشنطة بتاعتي، أو يقول لك أي حاجة تانية بالمعنى ده، I have أي حاجة، أي حاجة. فأنا في الامتحان ده خبر وحش، ممكن أقول مثلا I am
sorry for you. مش هقول لك ايه الصراحه. ممكن تكتب حاجه تانية وانا شايفها اسهل من دي بكتير. ممكن تقول له مثلا that's bad news، يعني يا مستر اخبار سيئه. طب على فكره ممكن استخدم دي فوق في الاخبار السعيده، بس مش هقول that's bad news، هقول that's good news عشان عليك صح. فممكن استخدمها عادي في كتير يا شباب كده. اخر حاجه يا ابطال، ودي بتيجي كتير جدا جدا في اخر سؤال في الامتحان، اللي هو يعني رقم 5 في المحادثه، اللي هو الامنيه. انا مش عارف القلم بيطير كده ليه وانا بكتب، يعني سبحان الله ربنا يستر. الامنيه في الامتحان يا ابطال بتكون دايما في رقم 5 غالبا. يعني في الامتحان يقول لك ايه مثلا، اي حد يقول لك مثلا I hope you good luck، يعني انا اتمنى لك حظ، اتمنى لسعادتك حظ حلو قوي، بتمنى لك خير يا ابني. هتقول له ايه؟ ممكن اقول له مستر ثانكس، شكرا. تمام بس شكرا كده انت في الامتحان كده خدت درجه. الامنيه في الامتحان يا شباب اعتقد سهله يعني، ومش عايزك تجود في الامتحان، اشتري الدرجه في الامتحان. يعني كلمه واحده ورد غطاها خلاص يا ابطال. احنا عايزينك كتالتة اعدادي مثلا 30 ترم اول 30 ترم تاني، ما تنقصي عشان ما فيش حاجه مستاهل انك تنقص. ده بالنسبه مستر للاجابات. في حاجه تانية؟ لا، الاجابات يا شباب اعتقد سهله ما فيهاش حاجه. احوال، اخبار سعيده، اخبار سيئه. ماشي يا مستر، هل في حاجه اخيره؟ خد بقى معايا افكار كده. خد مثلا فكره السؤال المزيل مثلا، خدناه في الكورس دي على فكره، اللي انا بقول لك تاني طول شهر 8 الكورس ده ب 100 جنيه يا شباب، 6 حصص، والحصه السابعه في امتحان هتحله، الراجل هيديك شهاده تقدير. الدعم الفني عندنا هيعمل لك شهاده تقدير باسمك، وهيديك المذكره مجانا كمان. ده المحتوى يا شباب بتاع الكورس، جامد جدا جدا جدا. طيب مثلا عندنا افكار زي ايه؟ زي مثلا ابطال فكره السؤال المزيل. خدوا معايا كده اكتبوا المنهج الجديد ولا حاجه الراجل يجيبه، اكتب معايا السؤال المزيل ده. ايه يا مستر السؤال المزيل ده؟ بص مع سعادتك، السؤال المزيل ده في الامتحان يا شباب بيكون بالشكل ده كده بالظبط. يقول لي مثلا ايه، احمد بيكلم احمد عادي بقى، فاحمد الاولاني ده قال له she can play tennis، هي بتعرف تلعب تنس. في الامتحان يا شباب الراجل بيعمل هنا كوما، ثم يعمل شويه نقط، ويعمل هنا سؤال، وبعدين تحت الراجل يقول yes she can play tennis. ده ايه الهبل ده يا مستر؟ ان شاء الله بقى تركز بقى معايا. لاحظ ان الواد ده قال فوق هي بتعرف تلعب تنس، وبعدين عمل كوما، وهنا يا شباب عمل سؤال. ده اسمه سؤال مزيل لان هو بيجي في ديل السؤال كده في الاخر خالص. فتحت قال يس ايوه she can play tennis. طب انا اعمل ايه يا مستر بقى ان شاء الله في السؤال المزيل ده؟ بعمل ايه يعني؟ بص يا شباب، الواد ده لما قال ان هي بتعرف تلعب تنس، وبعدين هنا عمل سؤال مزيل، هنا عايز يتاكد من المعلومه. يعني عايز يقول مش كده، يعني اليس كذلك؟ هو عايز يقول كده عشان تحت الواد ده يقول له ايوه هي بتعرف تلعب تنس يا عم. فاعمل الموضوع ده ازاي؟ سؤال مزيل ده ساعتك بتجيب فعل مساعد زائد الضمير بس. تاني بجيب فعل مساعد والضمير. الفعل المساعد لو موجود معايا في الجمله اللي فوق بجيبه هنا. تاني يعني انا دلوقتي يا مستر هنا مطلوب مني بعد الكوما دي اجيب فعل مساعد منين بالظبط؟ من الجمله اللي قبلها. الجمله اللي قبلها في فعل مساعد هنا موجود وانت عارفه، اللي هو كان يعني يا مستر هتحطه هنا رقم 1 بس بشرط لازم تحطه منفي. طب لا يا مستر منفي؟ لانه مكتوب قبلها مثبت، يعني مكتوب قبل الكوما مثبت، فلازم تنفيه الناحيه الثانيه. طب افرض هنا كان منفي، هتروح الناحيه الثانيه هنا تثبته. يعني انا يا مستر اكتب كان ولا كانت؟ كانت، لازم كانت عشانك. طيب ليه؟ لان هنا مكتوبه كان بس مثبته. السؤال المزيل كده يا شباب الفعل هنا يكون منفي، هو الناحيه الثانيه اثبته، والعكس صحيح لازم كده. فاكتب كانت. بعد كده يا مستر بجيب الضمير الفاعل، ضمير الفاعل اللي معايا. فين الضمير الفاعل اللي معايا هنا؟ انت عارفه على فكره، اللي هو شي يعني يا مستر شي. شكرا. طب ما ينفعش مثلا اكتب كانت واكتب مثلا ساره؟ لا مش ما ينفعش. حتى لو هنا مكتوب ساره ما ينفعش. ليه يا مستر؟ لان السؤال المزيل لازم ضمير مش اسم يا شباب، ما ينفعش اسم، لازم ضمير. يعني لو كاتب لي هنا ساره لازم نقول هناك شي. طب لو كاتب لي علي هو لازم ضمير. فهمت؟ يبقى هنا كتبت كانت عشان كان مثبته، كتبت شي لان شي هنا مكتوب. فهنا معناها أليس كذلك؟ مش كده؟ ده سؤال مزيل. هي بتعرف تلعب تنس، أليس كذلك؟ أيوة هي بتعرف تلعب تنس. ماشيه ازاي؟ ماشيه عنب خالص. فده فكره السؤال المزيل. بجيب هنا يا شباب فعل مساعد ثم ضمير، والكلام ده بجيبه من الجمله اللي قبلها اصلا، من قبل الكوما، نفس الجمله دي. طيب يا مستر حلو جدا الكلام ده. الفكره الثانيه يا ابطال، ازاي نركب سؤال يا مستر بدون علامه استفهام؟ دي خدناها برده مهمه جدا. مثلا في الامتحان يا ابطال الراجل عمل هنا كتب لي هنا اي حاجه، وبعدين كتب لي هنا شهور.
she can swim. ثانية واحدة، اتفضل بقى ركب لي سؤال. ايه ده يا مستر ازاي؟ ده كاتب لي تحت شور اهو، يعني زي يس او نو. المفروض تحت بقى، المفروض فوق اجيب فعل مساعد فاعل صح؟ زي ما اتعودنا. بس لاحظ ان هنا مفيش علامة استفهام اصلا. ده هنا في، يعني هنا في فول ستوب يا شباب، هنا مش مطلوب مني اعمل سؤال. ايه ده يا مستر ازاي؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هنا فكرة تركيب سؤال واصلا مفيش سؤال في الاخر، مفيش علامة استفهام في الاخر. ازاي بعملها؟ الموضوع سهل جدا. تعلم الافكار دي هتفيدك على فكرة. طب بعملها ازاي؟ احفظ معايا الكلمة دي. كلمة اسمها I wonder if. معلش يا شباب انا اسف. I wonder if. تاني I wonder if. ثم بجيب الفاعل وبجيب الفعل المساعد اللي معايا. بكمل الجملة يعني بالاخر. بجيب حاجة اسمها I wonder if والفاعل ثم الفعل وبكمل الجملة. يعني في الحالة دي يا مستر هقول طب I wonder أصلا معناه إيه؟ معناه أنا أتساءل. لو if معنى لو، فهنا هكتب I wonder if. أنا بتساءل لو she can swim. اوعى تركب سؤال في الآخر، ما ينفعش. ما تحطش في الآخر علامة استفهام. يبقى أنا بتساءل لو هي بتعرف تعوم. أيوة هي بتعرف تعوم، بس خلاص ركبنا سؤال بدون علامة استفهام. أعرفها إزاي في الامتحان؟ هتلاقي تحت كاتب لك يس أو نو، بس فوق مفيش علامة استفهام. بعمل إيه؟ بجيب كلمة اسمها I wonder if ثم بجيب الفاعل وبكمل. ما تعكسش، ما تجيبش كان شي. اوعى تعمل كده لأن في الآخر مفيش علامة استفهام، أنت كده بركب سؤال. لا وهنا الصراحة مفيش سؤال يا مستر، أنت عندك العيب الصراحة هنا في السؤال. ماشي يا شباب، دي فكره برضو مهمه جدا. الفكره الاخيره، مستر افكارك كتيره مستر، ايه الرغي ده كله؟ شباب احنا بنأسس ناس يا شباب، احنا معانا شباب كل سنه بفضل الله اوائل جمهوريه، معانا اوائل محافظات، معانا اوائل مدارس الحمد لله، والدنيا رايقه قوي. طيب ليه؟ لانهم عارفين الافكار دي. مفيش حاجه في الامتحان مهما كانت صعوبتها اللي هم عارفينها في المحادثه مثلا زي ما انا بشرح لك دلوقتي، فانت لو كتبت كده هتكون زيهم ان شاء الله. طيب الحاجه الاخيره، عندي ابطال في الامتحان، وده جه على فكره في اسوان. السؤال ده جه في اسوان، في امتحان اسوان ثالثه اعدادي برضه، عشان لو انت اولى او ثانيه ما تخافش يعني. بص يا شباب كده في الامتحان، الراجل كان كاتب لي حاجه زي كده وقال لي is the sun star or a planet؟ هل الشمس نجم ولا كوكب؟ طلب منهم في الامتحان يعملوا اجابه، تقريبا كانت رقم 5. لاحظ هنا كاتب لي is، يعني معناه ايه؟ معناه هل، اي فعل مساعد معناه هل. يا مستر زي ما اتعودنا، هل انت بتلعب كوره؟ انا بلعب كوره او لا. طيب هل هنا الكلام ده هينطبق؟ لا مش هينطبق. ليه؟ لأن ده أبطال اسمه سؤال تخيير. أنا بسألك هل الشمس نجم ولا كوكب؟ فأنت هتقول لي لا نجم لا كوكب، مش هتقول أيوه نجم، لا مش هتقول لي كده. سؤال تخيير. يعني مثلا أقول لك إيه؟ Do you prefer ميسي أو كريستيانو؟ يعني هل أنت بتفضل ميسي ولا كريستيانو؟ فأنت ما ينفعش تقول لي أيوه كريستيانو، لا أنت هتقول لي لا ميسي لا كريستيانو. فده اسمه تخيير يا أبطال. غالبا هتلاقي كلمة اسمها أور في النص. ففي الحالة دي ما ينفعش اكتب تحت يس او نو مستر، اصلا بكتب الاجابة على طول. يعني اقول مثلا، هنا اكتب ستار يعني نجم. الفكرة شباب المفروض اكتب ما ينفعش اقول ستار على طول. يبقى از ذا سان ا ستار اور ا بلانيت؟ هل هو نجم واحد ولا كوكب؟ فتحت اكتب ا بلانيت او ا ستار. ما ينفعش اكتب يس او نو يا شباب، هنا ما ينفعش لان ده تخيير يا شباب. خلاص كده ابطال بفضل الله خدنا كل حاجة يعتبر في موضوع المحادثة من الف للياء. كل الافكار الصايعة قوي والصعب قوي ساعات خدتها في السؤال وفي الإجابة وفي كل حاجة يا شباب. خلاص ما تنسوش إن شاء الله إن إحنا برضو دلوقتي بدأنا في موضوع الحجز في المنهج بالنسبة لطلاب ثالثة إعدادي فقط. طلاب ثالثة إعدادي دلوقتي بدأنا الحجز في المنهج، هنبتدي على طول إن شاء الله بعد يوم 8/8 بإذن الله رب العالمين يكون المنهج نزل. وما تنساش برضو موضوع الكورس اللي إحنا عاملين عليه تخفيض جامد جدا جدا طول شهر 8 ب 100 جنيه بس، 6 حصص والحصة السابعة امتحان، ولو خلصت الامتحان ده وقفلته بتاخد شهادة تقدير رايقة قوي يعني. خلاص أشوفكم إن شاء الله أبطال على خير. كان معاكم مستر محمود عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.